ازاي تبيع اي حاجه لاي حد مهما كانت الحاجه دي؟ تعال اقول لك على 3 استراتيجيات بسيطه جدا لكن فعاله جدا. لو طبقتها هتضاعف مبيعاتك بشكل خرافي. الاستراتيجيه الاولى تاثير ديكوي او ديكوي افكت. عارف انت لما تروح كافي شوب وتلاقي الحجم الصغير والوسط تقريبا بنفس السعر بس الكبير شكله دايما ارخص؟ دي حركه نفسيه بتخليك تختار دايما الحجم الاكبر لانه بيبان ليك كانه افضل خيار من حيث القيمه. جرب تطبق الفكره دي على منتجك علشان تزود مبيعاتك وتعمل حاجه بيسموها في المبيعات الاب سيلينج. الاستراتيجيه الثانيه قوه الهدايا. لو بتبيع شنطه او ساعه اياك تقول الاثنين ب 500 جنيه، بدل كده قول ان الشنطه ب 500 جنيه وعليها الساعه هديه. الحركه دي دايما بتخلي العميل يحس انه كسب الصفقه، بالتالي يشتري منك بحماس اكتر. الاستراتيجيه الثالثه البراندنج اقوى من السعر. ما تفكرش انك لازم تبيع ارخص علشان تنافس، ركز على انك تبني براند قوي يخلي منتجك يبان انه يستحق اكتر من 10 اضعاف سعر غيره. البراندنج هو اللي بيخلي دايما المنتج بتاعك يظهر كصفقه العمر للعملاء بتوعك حتى لو كان سعره اعلى. استخدم ال3 استراتيجيات دي وهتشوف فرق كبير في مبيعاتك. ولو مش عارف تبدا او محتاج خطه واضحه لتحسين طريقه عرض منتجاتك للناس، اتواصل معايا على الارقام دي وهساعدك باذن الله تخلي منتجك يظهر باقوى شكل ممكن ويحقق نجاح اكبر.